السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني ودي قناتي يوميات تحدي المشاكل. النهاردة هنعرض معاكم إزاي ننظف الفراخ ببلاش، يعني بتكلفة بسيطة جدا، يعتبر ببلاش. أول حاجة هنعملها، هنجيب الطبق ده ونحط فيه ربعه كده مية أو نصه، وبعدين هنحط حاجة اسمها معجون الليمون. ايه بقى فكرة معجون الليمون ده؟ زي ما انتم شايفين كده الازازة دي فيها حاجة اسمها معجون الليمون. عبارة عن ايه بقى معجون الليمون ده؟ هنجيب قشر الليمون اللي احنا بنستعمله بعد ما بنعصر الليمون، بيبقى قشر. القشر ده بقى هنجمعه في كيس في الفريزر وهنغليه على النار لمدة ساعة. هنلاقيه استوى جدا. بعد كده نسيبه يبرد تماما. قبل ما يبرد وهو على النار هنعمل ايه؟ هنحط كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. بعد كده يغلي 5 دقايق بعد الساعة، وبعدين نسيبه يبرد تماما ونضربه في الخلاط. دلوقتي هنحط على المية دي 4 معالق من الازازة دي. شايفين الازازة دي اللي هي معجون الليمون. ناخد بقى كده 4، هنحط بقى 4 معالق كده. هنحط بقى تاني معلقة، بعدين هنحط تالت معلقة، وهنحط ربع معلقة، بس كده. وهنقلب. وكده بقى عندنا المية جاهزة هنحط فيها الفراخ. هننضف الفراخ، هتتخلصي من اي روايح مش حلوة للفراخ، وهتبقى ريحتها تحفة جدا، ريحة ليمون، وبأقل تكلفة. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة. دلوقتي بقى هوريكم شكل الفراخ لما حطيناها في قلب المحلول ده. دلوقتي بقى ده شكل الفراخ لما حطيناها في معجون الليمون والمية. هنسيبها كده لمدة ربع ساعة. بعد كده ممكن نكرر الموضوع ده تاني، نحط برضو مية نص الطبق ده، ونحط فيها الفراخ، ونحط فيها 4 معالق من معجون الليمون. بعد كده مش بعديها بربع ساعة مش هتشطفيها بقى، مش هتشمي اي روايح كريهة ولا اي روايح خالص مش حلوة، وهتبقى ريحة الفراخ تحفة جدا وريحتها ليمون. عايزه بقى اقول لكم على حاجه مهمه. ايه فايده البيكنج باودر والفانيليا اللي حطيناهم على معجون الليمون؟ دول مهمين جدا، دول هيعتبروا بمثابه ماده حافظه للمعجون اللي احنا بنعمله دوت. لو ما حطيناهمش المعجون ده هيقعد معاكي في التلاجة بعد 5 6 ايام كده. بعد 6 ايام هتلاقيه باظ وعفن منك في التلاجة. فاحنا نعمل ايه؟ لازم نحط كيس بيكنج باودر كيس فانيليا، ونسيب المعجون ده يغلي على النار، ونسيب قشر الليمون ده يغلي على النار 5 دقايق، وبعدين طبعا بعد ما يبرد هنضربه في الخلاط. بعد كده هنحطه في ازازة زي ما انت شايفة كده، وبعدين حطيه بباب التلاجة عادي جدا. هتستعمليه بقى شهور شهور، تنضفي بيه فراخ، سمك، لحمة، اي نوع طيور، اي نوع اسماك. وهي دي بقى كانت فكرة الفيديو، وشكرا جدا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عجبتكم الفكرة لايك واشتراك في القناة، وشكرا جدا.